حاسب قبل ما تسدد اي قرض قبل نهاية مدته. ليه؟ علشان اللي هقوله لك ده. اول حاجة ان انت في اول عمر قرض حضرتك بتدفع فايدة اكتر ما انت بتدفع من اصل المبلغ. يعني حضرتك مثلا لو واخد قرض مدته 3 سنين وقسط القرض ده بتدفعه 3000 جنيه كل شهر، لازم تبقى عارف ان مثلا في اول قسط حضرتك هتدفع حوالي 1000 جنيه، ده هيروح لأصل المبلغ، وال2000 جنيه الباقيين دولت هيسددوا الفايدة. يعني انت في اول عمر القرض بتدفع فايدة اكتر ما انت بتسدد في اصل المبلغ، لحد لما حضرتك بتلاقي اخر قسط مثلا هتلاقي ان مبلغ الفايدة اللي انت هتدفعه هيبقى حوالي 300-400 جنيه من ال3000، والباقي كله راح يسدد اصل المبلغ. يعني من الاخر كده لو عدى على القرض تقريبا نصه، يبقى انت كده هتبتدي تخسر جامد قوي لو سددته قبل ميعاده. ده غير ان انت حضرتك بتدفع عمولة سداد معجل على المبلغ اللي متبقي ليك من اصل المبلغ. يعني مثلا لو فاضل لك 100,000 جنيه من اصل مبلغ القرض، حضرتك هتدفع عليهم 5000 جنيه 7000 جنيه او اكتر او اقل حسب عمولة السداد المعجل البنك قايل لك عليها ايه، وعادة بتبقى من 5 ل7% في اغلب البنوك.